السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده خفيفة. هنعمل كيك شوكولاتة بطريقة سهلة جدا. الكيك ده طري وهش وخفيف بيدوب كده في البق. بصراحة طعمه في منتهى الجمال، وانا عملت له تزيين خفيف كده يعني يزود جماله. لو انتي مش حابة تزينيه او تاكليه لوحده كده، هو حاجة كده طرية وهشة وخفيفة. ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا متأكدة ان انتوا هتشوفوا الفيديو ده على طول هتقوموا تعملوها. زينتها كده بشوية كريمة وصوص وشوكولاتة علشان اديها طعم السنيكرز. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا عملنا الجمال ده ازاي. بس اهم حاجة، لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناة تنزلوا تعملوا اشتراك ولايك للفيديو عشان بيرفع لي الفيديو وبيفيدني جدا. واتمنى اشوف تعليقاتكم الحلوة كده معايا، ولو عجبكم الفيديو شيروه مع اصحابكم. بص، خفة الكيكة هشة جدا جدا وطرية بطريقة مش طبيعية. انا عندي هنا المقادير: 3 كوبايات من الدقيق هبدأ انخلهم كده. الكوبايات المعيارية او الكوباية اللي انت هتستخدميها عايري بيها كل المقادير بتاعتك علشان تطلع مقاديرها مظبوطة. تالت كوباية انا شلت منها 3 معالق بالمعلقة المعيارية برضو او المعلقة العادية. ال3 معالق هستبدلهم ب3 معالق من الكاكاو الخام الغير محلى. نستخدم نوع كويس عشان بيفرق في طعم الكيك. ده دريم، ممكن تستخدمي دريم او الاسباني. دول افضل نوعين موجودين في السوق طبعا والمستورد. بالشكل ده كده. عشان افض بس التكتلات بتاعه الكاكاو. اخر حاجه بقى هضيفها للمكونات الجافه بتاعتي البيكنج باودر. انا عندي هنا باكو كامل اللي هو الظرف ال16 جرام من البيكنج باودر. هبدأ انخله بقى على المقادير الجافه بتاعتي كده كلها جاهزه. وفي بولة هنا أنا عندي 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. البيض بتاعي يكون طازة، يعني لسه جديد، ويكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تحطش في التلاجة أو يكون خرج من التلاجة قبلها بليلة. علشان يديني فوم كويس للكيكة بتاعتي وتبقى النتيجة بتاعته كويسة. هضيف لهم على طول معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا السايلة أو البودر اللي تفضلوه. وهبدأ أضربهم بالمضرب كده لما اللون بتاعهم يبقى افتح شوية. وعندي هنا كوباية وربع من السكر هنزل بيهم تدريجي على الخليط بتاعي. مقدار السكر ده مع الكيكة مظبوط جدا. ما تحاولوش لا تزودوا ولا تقللوا عنه، علشان لو اكلتوا الكيكة لوحدها هو المقدار ده مظبوط جدا. انا هضرب كده بالمضرب لما كل السكر بتاعي يدوب، ما احسش بيه خالص في البولة من تحت. دول كوباية وربع بالظبط. اخلط الخليط بتاعي كده كويس. هتحس ان اللون بتاعه بقى افتح والكمية اتضاعفت. هنزل بقى بمقدار الزيت. انا عندي هنا كوباية الا ربع من الزيت. انا الكوباية هي اللي انا بعير بيها. هنزل بيها على الخليط بتاعي بالشكل ده وهضربهم مع بعض بالمضرب. تمام كده. معايا بقى كوباية من اللبن الحليب بدرجة حرارة المطبخ برضو، مش سخنة ومش ساقعة، هي بدرجة حرارة المطبخ. يعني لو خارجة من التلاجة هتدفيها شوية. وهضربها ضربة واحدة وبعدين هستغنى بقى عن المضرب الكهرباء. وهجيب المضرب السلك اخلط بيه المكونات الجافة بتاعتي، او ممكن سباتيولا. بس المضرب السلك بيكون اسهل واسرع. بالراحة كده يعني اقلب الخليط بتاعي علشان ما اخرجش الفوم او الهواء اللي انا دخلته فيه. بالشكل ده كده. انا مسرعة الفيديو هنا شوية، يعني على مهلك خالص وانتي بتقلبي الخليط بتاعك. كل المقادير هتلاقوني سايبها لكم في صندوق الوصف علشان تسهل عليكم. انا دايما بسيب المقادير في صندوق الوصف، لو حابة تاخديها سكرين هتسهل عليكي جدا وانت بتعملي الوصفة. اتأكد بس ان انا خلطت الوصفة المكونات بتاعتي كويس علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق. المضرب السلكي بيساعدني ان هي ما تعملش تكتلات، بيسهل عليا كده ان هي تتفك بسرعة. خلاص كده الخليط بتاعي بقى جاهز. هتأكد بس كده بمعلقة او سباتيولا ان ما فيهوش اي دقيق من تحت او اي حاجة لسه ما اتخلطتش كويس. بالشكل ده كده. شايفين التقل بتاعه واخد فوم حلو جدا. انا عندي هنا الصينيه اللي انا هستخدمها مقاس 26. لو انت حباها عاليه جدا ممكن تستخدمي مقاس 24. انا دهنتها كده بمعلقه من السمنه او الزبده، وهديها رشه من الدقيق. ممكن تستبدليه بالكاكاو، بس لو كاكاو يفضل ان هو يكون محلى، لان الكاكاو الخام بيخليها يعني فيها سنه مراره خفيفه كده. او ممكن تستبدليه بالطحينه، يعني ممكن تديها دهنه خفيفه بالطحينه بالفرشه، ما بتخليش الكيك يلزق معايا وبرده طعمها بيكون كويس، ما بتغيريش طعم الكيك خالص. هنزل بقى بالخليط بتاعي بالشكل ده كده
في الصينية انا يعني سبت منه شوية صغيرين، عملت منهم طاجن صغير هتشوفوه كده في الاخر. المقدار بتاعي كده يعني كويس، هيملالي الصينية وهيرتفع، هيبقى ارتفاعه مناسب جدا. هديله تقليبة بس عشان ما يبقاش فيه فراغات كتير من جوه، واخبطه خبطة صغيرة كده عشان اي فقاعات من الهواء ما تعمليش مسام كبيرة في الكيك بتاعي. بصوا دي ابني طالبها بصراحة، عملت له واحدة صغيرة. بصوا الكيك بتاعي انا سويته على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، هياخد معايا بالظبط نص ساعة لساعة الا ربع. انا طلعتها بعد ساعة الا تلت بالظبط، يعني انتي بعد نص ساعة شيكي عليها. واهم حاجة تكون في نص الفرن، في الرف اللي يكون الرف السلك في النص والكيكة في نص الرف بالشكل ده كده. هبدأ بقى اعمل لها كريمة خفيفة كده. انا عندي هنا ربع كوباية من الكريم شانتيه الخام، ضفت لهم معلقة من السكر البودرة ومعلقة من الكاكاو الخام، ونفس المعيار اللي انا عايرت بيه اللي هو الربع ده هضيف بيه 2 من الحليب، يعني نص كوباية، نص كوباية من اللبن الحليب المتلج على ربع كوباية من الكريم شانتيه، معلقة من السكر ومعلقة صغيرة من الكاكاو. الكريمات الشوكولاتة والكريمة البيضة دي بيبقى حاجة كده مرنة معانا، ممكن نزود اللي احنا بنحبه، ممكن تزودي معاكي معلقة نوتيلا، معلقة جناش، شوية من صوص شوكولاتة. كل الحاجات دي بتعلي التست، بس انا هكتفي بكده لان انا لسه هضيف حاجات تانية. الكريمة بتاعتي كده جاهزة. الكيكة برضو بردت، لازم تكون باردة قبل ما نضيف لها الكريمة. هنزل بقى بالكريمة بتاعتي عليها كده على طول. انا التزيين ده اختياري وهو الاساس معانا في الفيديو الكيك، بس انا حبيت ازود لها كده الطعم بتاعها واجملها شوية. هي لوحدها بصراحة تحفة. هفرد الكريمة بتاعتي كده بشكل عشوائي، يعني مش هنزلها على جناب الكيكة، انا عاملاها بس لفوق كده. هحاول اسويها بس كده. عندي بقى معلقتين هنا كبار من مربى الحليب او صوص التوفي اللي موجود عندك، التوليفة بتاعته مع الكريمة مع الشوكولاتة اللي هنضيفها بعد كده، طعمها في منتهى الجمال. خليط رائع مع بعضه بصراحة. الكمية كانت عندي قليلة، لو انت حابة تزوديها، بس انا حاسة ان سكرها كده مظبوط. لو زادت هيبقى الكيك مسكر قوي. عندي هنا 100 جرام من الشوكولاتة الخام، وعندي ربع كوباية او نص كوباية من السوداني المتحمص، هكسره كده. انا الشوكولاتة حطيتها على حمام بخار عشان ادوبها. على ما تدوب هكون كسرت الشوكولاتة بتاعتي سوري، هكون كسرت السوداني معاكم كده. ممكن تضربيه في الخلاط او تكسريه بأي حاجة، بمدقة او حاجة. بس لما بيتعمل بالسكينة ما بيطلعش الزيوت بتاعته ويلزق زي ما بيتكسر بحاجة، يعني لما بتضغطي عليها بيطلع الزيت بتاعها وبيبقى مدهن كده شوية وملزق في بعضه، فأنا بفضل أكسره بالسكينة. بصوا الشوكولاتة بتاعتي ساحت كده، هضيف لها معلقتين من الزيت، زيت نباتي يكون ريحته كويسة ملوش ريحة عشان ما يغيرليش طعم الشوكولاتة. هقلبهم مع بعض كده. أنا استخدمت هنا شوكولاتة دريم برضو. قلبتهم مع بعض بالشكل ده. هضيف لهم بقى السوداني اللي احنا كسرناه مع بعض. التوليفة دي طعمها مع بعض رائع جدا، زي السنيكرز كده. التوفي والكريمة والشوكولاتة بالسوداني، طعمها حلو جدا، ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. هنزل بقى على الخليط بتاعي كده بصوص الشوكولاتة. ده مش صوص، ده هيبقى شوكولاتة كده طبقة. لو انتي حباها تكون طرية زي الجناش، هتضيفي معلقة واحدة من الزيت، ويعني معلقتين كبار من الكريمة اللباني، او معلقتين من القشطة مع الشوكولاتة وهي بتسيح كده على النار، او ممكن تستبدلي بمعلقة واحدة من اللبن عشان ما يخفهاش قوي، هتبقى معاكي طرية. بس انا حبيتها يبقى الشوكولاتة مقرمشة علشان ما تخليش السوداني بتاعي طري، يبقى مقرمش برضو. والطبقة دي كده بتحسسني ان انا باكل ايس كريم. لما يعني بتقطميها كده بيبقى فيه قرمشة للشوكولاتة والسوداني مع الكريمة الناعمة. طعمها رائع، انا حباها كده جدا. هنقطعها كده، لو انت عايزة برضو تقطعيها بشكل بيرفكت شوية هتسخني السكينة او تحطيها في مية سخنة، هتقطع معاكي الشوكولاتة قطعة كويسة. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم،
ويا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي اللايك وتشيروه مع اصحابكم، واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. مع السلامة.